لا لا ما حدش هيجي صورته معانا. بص هي الفكره كلها على بعضها، ده الشمبر او الشمبر او سبيسر او الكوبايه الازاز، وده الماسك بتاع العيال الصغيرين، ودي البخاخه. طيب البخاخه دي تساوي الجلسه ال10 دقايق او الربع ساعه اللي بتتعمل بتاعت جهاز النبلايزر، صح؟ صح. المهم طيب ايه لازمته؟ العيل الصغير اللي اقل من 5 ل 6 سنين ما بيعرفش يعمل ان هو لما ياخد البخه، بص انا بعملها ازاي كده. خدت بالك من الحركه دي؟ طيب نص البخه، شوف انا عملت الشهقه اللي هو شهقه الملوخيه وسحبتها، نصها جه على لساني برضو ولسه ما قدرتش اظبطها، ولازم اشرب بق ميه والا كتر ما هي موجوده. دي ميه بليمون، لسه هحكي لك على ميه بليمون دي. فاللي بيحصل ايه بقى؟ ان انا جزء منها بيجي على اخر لساني. جزء منها بيجي ايه؟ على اخر لساني. فالمفروض الست 7 سنين فما فوق يقدر يمسك البخاخه لوحده ويعمل كده، وهو بيعمل زي تاني انا بعمل كده خد لو واحد بعيد من 1 ل 10 وانا ببلع حسيت ببقيه طعمها على لساني، يبقى انا ما عرفتش استفيد منها. طيب فما بالك بقى بالعيل الصغير ده، انا الكبير اهو العجوز وعمال اتنطط اهو وما عرفتش اجيبها. فبنروح عاملين ايه؟ حاطه في السبيسر واروح حاطط بقي عليها لو انا اقل من 7 سنين، لو هم بقى العيال لسه صغيرين مثلا من 6 شهور فما فوق. انا لو كبير بعمل كده. طيب انا كده خدت ايه؟ خدت البخار دخل على صدري. طب والعيل الصغير من غير ما يكون معيط، لانه لو عيط مش هيستفيد. بعمل كده، جبت البخاخه وخيط، ضربت حته في الهواء، وبعد كده مره في الهواء علشان خاطر بس ايه الخرطوم بتاعها جوايا، واروح عامله كده، واروح مقرباها من وش النونو. الماسكات بقى بتختلف من عيل للتاني، اللي هو الصغيرين ده الماسك الصغير، والكبير ماسك اكبر شويه. اروح اعمل كده، وبص هتلاقي هنا ايه؟ في بخار مكان كده. اللي هو بيسموها ايه؟ من بخه ل5، واللي عدى من 1 ل 10، وتعمليها في اليوم من مره ل 5 مرات في اليوم. طيب ففايده السبيسر ان هو البخار اللي بيبقى موجود فيها، او اللي هو الرذاذ اللي بيبقى موجود، بيتحافظ عليه جوه كوبايه ازاز، بيتحرك قدامك رايح جاي، والمفروض ان هو ما بيرصرش على الجدران والترسيبه، ما بيرصرش دي عشان النوع بتاع البلاستيك بتاعها معالج بانه ما يعملش شحنات. شحنات يعني ايه؟ يعني ده لما يطلع ما يلزقش على الجدار. هنمسي يا قلبي، بس يا عمو هاني يخلص الشرح علشان خاطر البنت حافظه هتاخد حقنه. المهم، فهي الفكره كلها على بعضها ان انا لما هعمل كده فالبخار هيبقى قدامي ينفع يروح ويجي، فانا لما اشده ما جاش على لساني وما بهدلنيش وما تعبنيش والكلام ده كله. لكن لو انا قلت ان انا هعمل بالمنظر ده بهدله. من ضمن النكت والطريقه اللي كانت بتتقال، واحد راحت لدكتور تقول له ايه؟ تقول له انا من ساعه ما خدت العلاج ما اتحسنتش، فبيقول لها بتعملي بالظبط؟ قالت له في ايه؟ انت فاكرني جاهله ولا ايه؟ اكيد طبعا انا بعمل صح واحسن من اللي انت هتقول عليه كمان. فبيقول لها طب بتستخدمي البخاخه ازاي؟ قالت له بص. من ساعه ما شفتها وانا عمال اضحك. فهي كلها على بعضها نفس الموضوع. انا بعملها كده. بخاخات الكورتيزون في حاجات من اول 6 شهور، وفي حاجات من اول 2 سنين، وفي حاجات 6 سنين، زي اللي هو اللي عندنا دي اللي هو السيرتايد 6 سنين 7 سنين فما فوق. الفلوكسودايد لو موجود هكمل لك الفلوكسودايد، بس هو مش موجود في السوق، اللي هو ال 50 وال 120. هي كريم فعلا 120 كانت هتظبط عليه قوي. تتحط لها تبخ وتاخد النفس، تسميها كده بخه، تتنفس عليه، تاخد النفس جامد، تقعد تعد من 1 ل 10 او لحد ما تقدر تمسك خالص، وبعد كده لكن لو عملت كده نصه بيتبلع ما بيستنشقش. يعني هو ما تشهقوش، احنا عايزينه تشهقوا وليس تبلعوا. يبقى يعمل لها تسلخات لسان وسقف حلق، وغير طعم اللسان ويعمل لها تسلخات كمان، ونقعد نتكلم بقى نقول ايه هو ليه ما بيجيبش فايده مع العيل والعيل ما بيستحملش. بس الفيتامين د والاوميجا ما بيتاخدوش علشان خاطر فيتامينات،
بتاخد على انهم بيقللوا الالتهابات اللي موجوده هنا، فالادويه اللي موجوده بما فيها الكاس والكلام ده كله بيبقى اخر حاجه. يقوم جاي سيروا الفيتامين ده شغال، لو في دروب من بتاع العيال كلها كله يلا كله يقف طابور ويمسك العصايه وكل واحده تاخد قطره في بقها، واللي ما ياخدش هنحط حاجه في مناخيره، نحط صاروخ في مناخيره ونفرقعه. هنعمل حاجه ثانيه. ايه تاني اللي انا قلت لك عليه؟ يبقى احنا كده خلصنا الزحمه دي. البخاخه دي والبخاخه اللي هي البنفسجي او البخاخه الحمراء مش شايلها. طيب بتتنضف ازاي؟ صليتي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليك. بص يا ستي كده الماسك والحاجه ديت انا بغسلها بميه دافيه بس من غير صابون ولا اي حاجه، وانا عرفت اغسلها بصابون عادي مفيش مشكله، او تتغسل في غساله الاطباق بس بلاش، علشان خاطر الحراره اللي بتزيدها ممكن تخلي البتاع ده يتبهدل. حلو، ممكن تدخل الميكروف وتتعقم برده بس انا مش عاوز الزحمه دي. واروح فاتح بالراحه اهو وفككها. غسلتها بميه وصابون، رجيتها كويس، طمنت انها اتشطفت ورحت حطها تصفي على منديلين ورق. بعدها ببص عليها من غير ما تلمسيها بايدك والكلام ده. في نقطه بقى، مش مساله مناديل الورق، القماش اللي احنا بنعمل بيه النضارات، احنا بننضف بيه النضارات قماش علشان خاطر ما يخربش الازاز من جوه. مناديل الورق دي تعتبر اللي هو بيسموها ايه، حاجه على ما تفرج، اللي هو امسح بيه في الراحه والجاي. لكن منديل بقى اللي هو المنديل القماش او وايبس مائيه، بس بلاش وايبس مائيه عشان خاطر ما تبوظليش الدنيا. فلنا قماش زي الفلينات بتاعتنا ديت وقطن، وبعدين تدخل فتروح منضفه علشان خاطر بقيه البخار، بقيه الحاجات اللي بتبقى مترسبه. ليه؟ لان مترسب على مترسب على مترسب تيجي تاخد البخه ما تاخدش فايدتها. بس يا ستي واتشطفت. اهم ما في الليله دي اللي هو الفالف البرتقالي ده. في حاجات من الرخيص لما بتروحي تشتريها بيبقى ده ورق، فعادي لو حصل حاجه زي كده واتبلت ميه، يعني كان في حاجات كنا بنجيبها ايام زمان رخيص قبل ما يطلع مثلا اللي هو ايه الروزماكس والجرانزي اللي موجودين ماشي، والاثنين ماتريالاتهم شغاله وكويس بالنسبه لسن العيال. الفالف ده اللي هو حته حاجه اسمها درام، اللي هو ايه، اللي هو حاجه زي دي كده. شفتي الورقه بتاعتنا اتقطعت ازاي؟ طيب هي زيها بس معموله سيليكون. في ناس كانت بتسترخص في الماتيريال دي وكانت بتجيبها ورق، فاللي بتجيبها ورق دي مع كحتين ثلاثه تلاقيها رذاذ العيل جه عليها راحت مقطوعه، فكنا بنشيلها ونروح عاملينها ورق تاني ونروح حاطينها مكانها. بس فدي اهم حاجه. ماشي. ده لانها مش موجوده، لانها عندنا سيليكون خلاص. لقيتيها ابتدت نشفت، شكلها مش مظبوط، لقيتيها ما البخار ما بيدخلش للعيل، لقيت لسه الكحه مستمريه بالرغم من الشغل على النظافه اللي انا لسه عمال اسجل فيه دوت، يبقى معناه ان احنا ما في حاجه غلط. انا هاخد الفلوس دي وهاخد الشوزه وهاخد التوك. ليه؟ عشان انت حبيبتي، مش انت ميمي العسل. يلا احنا معانا كابوتشا، هحط ميمي في الكابوتشا والفها واكلها سندوتش خيار وجبنه وميمي. اخدك سندوتش؟ ليه؟ عشان انتي سكره. يلا ديهم فيتامين د بقى واعمل بخير. يلا فهمتيها؟ لا